السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، ومرحبا والف مرحبا بالناس جداد اللي انضموا مؤخرا للقناة. نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير. بالنسبه لي فيديو جديد ومفيد ان شاء الله. ندخلوا هكا شويه للمجال الاحترافيه، ودرت واحد الصابلي الخاص بالخطوبه اعز الناس. قدمته كهديه ليهم. صراحه شي حاجه تكوني مصايبها بيدك تكون احسن من انك تشريها، وتكون عندها واحد القيمة هكا تقدميها، وخصوصا أنها عجباتهم. نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على الجميع وتستافدوا منه. ساهل، نطرقوا بزاف ديال التفاصيل بخصوص الصابلي. كنت قدمته بالعديد من المرات في القناة، كل مرة بشكل مختلف. نخلي لكم جميع الروابط ديال الصابلي اللي قدمت، ولكن اليوم كما قلت لكم نقدموه بالخطوبة، ولا تقدموه في الأعراس ولا المناسبات، ولا المهم تيبقى الأساس هو الفكرة، أما الشكل تيبقى اختياري وعلى حسب المتوفر. قبل ما نطرقوا للتفاصيل ديال التحضير ديال الصابلي، بالنسبه للناس جداد لاول مره تيشوفوا القناه، الى عجبكم المحتوى اللي تنقدم في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد. والى عجبكم مقدما اللي قدمت في بدايه الفيديو ولا الصوره ديال البلاطو اللي حضرت معكم اليوم، خليوا لي لايك للفيديو وارائكم في التعاليق كيفاش جاكم الفيديو اليوم. وبلا ما نطول عليكم وندوزوا للتفاصيل السهله والمفيدة إن شاء الله في هذا الفيديو هذا. ونتمنى ما يجيكمش طويل، لأنني صراحة قصرت فيه بزاف باش نحاول نطرق بزاف الأمور وما يكونش مختصر بزاف، وتستافدوا منه إن شاء الله. بسم الله. اول حاجه غادي نديروها هي العجين الصابلي. عجين الصابلي قدمت العديد من المرات في القناه، ولكن بالنسبه للناس جداد نعاود نذكر لهم المقادير. استعملت الزبده، هذه النوعيه الزبده اللي استعملت، خديت 250 غرام. خديت النصف فقط ديال الزبده، يعني 125 غرام هي اللي غادي نستعمل. غنضيف معها تقريبا كاس الا ربع ديال السكر السنيده، وعندي هاد الفاني نتحدثوا من بعد على هاد الفاني هذا. واحد الفاني لذيذ والريحه ديالو غزاله، نصحتني به واحد الاخت هكا محترفه في مجال الحلويات، قالت لي هاد الفاني تيعطي واحد اللذه زوينه. المهم غادي نهضروا عليه من بعد. عندي واحد الكاس الا ربع الزيت وبيضه كامله، وريتكم الحجم ديالها في الاول. نخدم الزبده والسنيده مزيان، يعني انا تنفضل نخدم بيديا باش نحس ان الزبده انسجمات مع السنيده ودابت. من بعد ضفت الزيت وخدمته، وعاد ضفت واحد البيضه ونزيد واحد النكهه. في مجال الحلويات هاد النكهه هذه تيقولها نكهه الناطه، هي نكهه البسكويت. تكون عند الناس المختصين هكا تيبيعوا لوازم الحلويات. الطويسه هذه تكون دايره ب5 دراهم. المهم حنا نبقى نطرقوا جميع التفاصيل مع الاثمنه. من بعد ما خدمت الزبده والسنيده مزيان، ضفت عليهم الزيت، من بعد ضفت عليهم هذيك البيضه والنكهه الناطه وضفت الدقيق، جمعتهم هكا. الصابلي معروف عليه انه ما تيتلكلكش نهائيا، تنجمعوه باش ما يتقلصش لينا الحجم ديالو من ندخلوا للفران. من بعد انا غادي نستعملو مباشره، ما غاديش نخليها ترتاح. قسمت النصف ديال الكميه، النصف دخلته للثلاجه والنصف الاخر درتو ما بين جوج ورق. كما تلاحظوا يمكن لكم تستعملوا البلاستيكه، انا صراحه ما كانتش متوفره عندي. ضروري اما ورق هذا سيلفوريزي اللي كما تيبان لكم، ولا البلاستيكه ما نسرحوش نهائيا على سطح العمل حيت يولي يلتصق معنا. خديت هذا الطابع هذا وهذا الشكل اللي غادي ندير انا. ديروا الطابع اللي متوفر عندكم على حسب المناسبه اللي عندكم. غندخلوا للمجمد. هذه هي النقطه المهمه اللي اغلبيه الناس يتطرقش ليها، اننا ملي نسرحوا العجين ونطبعوها ندخلوها للمجمد باش يبقى داك الصابلي محافظ لينا على الشكل ديالو، ومنين نجيو نزولوه ونستوه في الطاوه ما يتخسرش لنا الشكل. انا تندير بالتناوب هكا، نطبع وندخل المجمد. من بعد داك اللي تجمدات معايا شويه نخرجها ونستفها في الطاوه. نبقى نستمر على نفس الطريقه تنكمل هذه الكميه اللي عندي ديال العجين. انا كما ذكرت لكم فقط استعملت نص رابعه ديال الزبده وخرجت لي كميه كبيره، اللي سبقت حضرت معكم في واحد الفيديو الصابلي. كما تلاحظوا طريقه سهله تزول معايا هاد الحبات بسهوله. تنستعمل هكا بالسكين وتنزولهم. وهذا العجين اللي كان بقى ليا ما تنعجنوش نهائيا. شفتوه هكا جمعتو من بعد سرحته ونعاود نطبعه وندخل المجمد ونستمر على نفس الطريقه تنكمل الكميه كامله.
نتمنى يكون هذا الفيديو موضح وتجربوه صراحه. طريقه هكا نبسطها معكم ما تعكزوش عليه نهائيا. غندخلو دابا للفران، غنتحدثوا هو على طياب الفران ديال الصابلي. بالنسبه للشوكولات استعملت هذه النوعيه هذه كالا، وبالنسبه لطياب الفران شوفوا اللون، هذه الطاوه الاولى خليتها هكا تبرد، عاد ندوزو ندوبو الشكلاط. دوبت الشكلاط في حمام مريم كما معروف. خديت هذه القرعه هذه تبعتها هي عند المحلات الخاصين بالحلويات، هي خاصه بالشكلاط، تكون نوعيه ممتازه. ان لا بقى لينا الشكلاط يمكن لينا نديروها في بان ماغي في حمام مريم وندوبو. خديت هذا المول هذا البلاستيك تيدير تقريبا 5 دراهم، خديته على هذا الشكل هذا كما تشوفوا. غادي نحاول نوزع عليه الشكلاط بطريقه سهله. كما تلاحظوا هذه القرعه هذه تتعاوننا اننا تتوزع نفس الكميه على الشكل كامل. كما قلت لكم اختار الشكل اللي يعجبكم. انا كنت حيره في الاول شنو الشكل اللي ندير، ملي مشيت هكا عند المحل الخاص بالحلويات شفت بزاف الاشكال ومنهم هاد الخواتم هاد الخواتم عجبوني صراحه. ما كنتش عارفه في الاول شنو ندير بهم، ولكن قلت ضروري بغيت الخواتم نديرهم وصافي. المهم درت في الاول دوبت الشكلاط واستعملته هكا كما تلاحظوا. قلت ندير هكا يعني نديرهم في الشكلاط ومن بعد نفكر شنو غادي ندير. كما تلاحظوا هذه القرعه عاونتني انها تتوزع ليا على جميع الخاتم كيف بحال هكا. ونستمر ندخلهم هكا للثلاجه حتى يتجمدوا، ولا كان الجو بارد فقط في سطح العمل تيتجمدوا معنا. كما تلاحظوا الطريقه سهله، تقريبا 2 دقائق تجمدوا. هذا هو الشكل ديال الشكل الاول اللي درنا بالشكلاط، وهذا بالنسبه للخواتم. نزولهم هكا بواحد الطريقه سهله. ولا تخسرت لينا شي حبه هرسات ضروري تتهرس شي حبه الخاتم، نرجعوها تذوب في الشكلاط ونعاودو نستعملوها. كاين اللي تيستعمل عجينه السكر بدل انه ما يستعمل الشكلاط البيض، ولكن تاخذ وقت طويل. انا كنت مزروبه صراحه الشكلاط وهاد الليمون هادو عاونوني داغي كملت. هما الاشكال كيف بحال هكا كما تلاحظوا. نستمر على حسب عدد الحبات ديال الصابلي اللي عندي هما اللي غادا ندير على حسابهم بالشكلاط. ها دابا الصابلي وجد معنا والشكل الموتيف ديال الشكلاط هو واجد، لا بالنسبه للشكل الاول ولا بالنسبه للخواتم. بالنسبه للطياب ديال الصابلي خصنا نطيبوه على المهل باش نحصلوا على واحد اللون ذهبي كما تلاحظوا، ويكون مقرمش. ما نجهدوش عليه عافيه هكا يتحرق معنا ويتخطف وما يكونش واخد حقه في الطياب. كما تلاحظوا هذا هو شكل الخواتم صراحه عجبوني. كما تلاحظوا الشكل ديال الصابلي مع نفس الشكل ديال الشكلاط، يعني ما تغيرش الشكل ديالو نهائيا لاننا دخلناه المجمد من قبل. بالنسبه للتعليكه كما تيسميوها اغلب الحلويات او تلصيقه ولا تيقولها تعليكه، خديت معلقه ديال الناباج هي اللي كانت بقات عندي ومعلقه الكليكو وزدت عليهم النكهه، لان الناباج والكليكو صراحه ما عندهم حتى شي مذاق. ضروري زدت عليهم هذاك النكهه الناطه اللي كنا استعملنا في الاول او نكهه البسكوي وحركتهم هكا ولصقهم. ندير واحد الكميه صغيره على الظهر ديال الصابلي ماشي من الفوق. كما تلاحظوا نزيد هذاك الموتيف ديال الشكلاط نزيدو هكا من الفوق وداغي تيسق. نستعمر غير كميه صغيره هكا تنحاول ندهنها. الا درنا على الفوق ديال الصابلي ما تجيناش الشكلاط لاصق مباشره مع الحبه اللي كنا درنا. كما تشوفوا الطريقه سهله ونتمنى تكون واضحه. بغيت هكا تجربوا هذا الصابلي هذا في اي مناسبه، تيكون سهل وتيطلع اقتصادي وتيجي لذيذ مختلف على لي صابلي اللي تيتباعوا في المحلات. هذا هو الشكل ديال الصابلي ديالنا بعد ما لصقت ليه هذاك الموتيف ديال الشكلاط اللي كنا سبق لنا حضرت. استمر على نفس الطريقه تنكمل الكميه. بالنسبه لهذيك الخواتم كنت في الاول حيره كما قلت لكم عجبوني وبغيت نديرهم، ولكن كنت قلت نقدر نديرهم فوق الصابلي هكا، ولكن قلت انا دايره الشوكولاط ونعاود نزيد الشوكولاط عاوتاني من الفوق يجي الشوكولاط كثير بالنسبه للصابلي. خليتهم من الاخير قلت فقط نقدمهم غير نزيد لهم لو ساتينو هو الملمع الغذائي كما تلاحظوا.
بالنسبه للشكل الاول حاولت هذاك الخواتم كما تيبان لكم والكتابه، درت ليها الملمع الغذائي وخديت هذا البانسو هادشي خديتها هي من المحل الخاص بالحلويات، خديتها تقريبا 3 دراهم، الثمن ديالها مناسب وعاوناتني. انا كنت في الاول كنت نديرها بالاسبوع ديالي، ولكن من بعد درت هذا البانسو هذا عاوني انني صراحه تستمتعي انك بحال تيكون واحد اللوحه فنيه انك تلونيها. بالنسبه للخواتم حاولتهم نلونهم باللون الذهبي، من بعد كتلصق وحده هكا على وحده، ولكن كان الحال سخون تلصقهم حتى تنجي نهزها هكا بيدي تيذوب لي الشكلاط ديالهم بجوج. كنت لصقت على البعض ولكن من بعد احتفظت بهم ما ملصقينش، غير كل واحد بوحديته. بالنسبه لهذاك الملمع الغذائي هذيك الطاسه اللي كما لاحظتوا خديتها هي ب5 دراهم، كملت لي الكميه ديال الصابلي كامله وبقات حيت ناخذ فقط واحد الكميه صغيره. يعني الصابلي تيتقام اقتصادي وتيبان راقي. صراحه عجبني انه كفحال خديناه من المحلات الكبرى، ولكن كما لاحظتوا من بدايه الفيديو لحد الان ان الطريقه سهله ومبسطه، وسنحاولوا نقسموا هكايا المراحل. انا خدمت الصابلي في الليل وخدمت نصف الكميه ديال تزيين الشوكولاته درتها هي في الليل، ولكن الباقي خدمته بنهار. كملت الزين بحكم ان بغيت التصوير يكون بنهار، لان التصوير بالليل صراحه يكون مظلم شي شويه. من بعد هكا زينت الخواتم حتى هما بالملمع الذهبي كما تلاحظوا. حاولت نوريكم هكا الشكل كما تلاحظوا، تنحاولوا بحال ترسموا واحد اللوحه فنيه وتتحسوا بواحد قمه الاسترخاء وان تنصايب هذا الصابلي هذا. كما قلت لكم قدمته لاعز الناس وفرحت انه عجبهم. سمع نفس الطريقه. دابا دزنا كملوا مرحله الزين هذه النهار الثاني. كملت على حسب التصوير بغيت نصور هكا بالنهار. من البعض اللي كان بقى ليا حاولت هو نزينو هكا بالملمع الفضي كما تلاحظوا، ساهل وبسيط وحصلنا على واحد الشكل راقي. قولوا لي رايكم في التعاليق كيفاش جاكم الفيديو اليوم، وزدنا مرحله الاحترافيه ولا باقي تنتعلموا. نتمنى اي واحد مبتدئ يجرب هكا ويحاول يتعلم. صراحه كل شيء سهل، يعني تكون عندك غير المبدا انك الواحد باغي يتعلم تيتعلم. انا تلقى المتعه انني صراحه ملي خدمت هاد الصابلي حسيت بواحد الراحه، انني تلقى المتعه انني ندير هاد الصابلي ولا اي شكل من انواع الحلويات. نكمل انا نفس الطريقه، تنحاول هكا ندير في ديك الخواتم كميه قليله من ديال الملمع فقط. نتمنى تكونوا تبعتوا الفيديو وصلتوا حتى لهاد المرحله هذه ديال التزيين وتجربوه في اي مناسبه. فقط تنغيروا على الشكل ديال الشكلاط، تكونوا اشكال وانواع عند المحلات اللي خاصين بهاد الحلويات، تكونوا اختاروا الشكل المناسب اللي عندكم. من بعد بالنسبه اللي بغى يعرف الكميه ديال الشكلاط، هذيك تقريبا 800 غرام الشكلاط اللي كنا درنا كفاتني الكميه كامله ديال الصابلي، وبقاو لي شي حبات بلا شكلاط خليته. ندوز دابا يا صافي هكا خديت بلاطو ونحاول نستفهم فيه. كنت في الاول قلت نستفهم هكا، من بعد عاد قلت غادي نستف الخواتم حداهم في الجنب، يعني كما قلت لكم راني كنت حايره ديك الخواتم شنو ندير لهم، هما فقط عاجبيني ولكن شنو قلت فقط نحتفظ بهم غير هكاك. من بعد ما درت لهم الملمع الغذائي وبانوا هكا على شكل ذهبي. من بعد حاولت نستفهم فيهم هكا كما لاحظتوا 125 غرام ديال الزبده و 800 غرام ديال الشكلاط اللي كنتو لاحظتوا. خرجت لينا 2 بلاطويات صراحه يعني اقتصاديين. تنحاول دابا نكمل هكا التلوين ديال الخواتم، لان انا خليتهم الاخيرين تنقول تنشوف الكميه اللي تقدني في البلاطو. سما نفس الطريقه تنكمل كما كنت سبقت لي قلت لكم كنت متردده شنو ندير. صراحه الشكل هكا الخواتم هي ذهبي فقط ومحطوط هكا ما عمري ما كنت شفتو، لكن كفكره مني قلت غير نلونهم ونحطهم. هادو هما الاشكال ديال البلاطو بزوج اللي حضرت
كما قلت لكم حضرتهم لمناسبة الخطوبة، قدمتهم كهدية مني. هادو هما الاشكال النهائيه ديالها. نتمنى 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 تنقولها دائما يعجبكم هذا الفيديو، ما تبخلوش عليا صراحه. الاغلبيه تشوف الفيديو وما يحط لا لايك لا تعليق لا حتى شي حاجه. انا تنقول عجب لواحد الفيديو يدير لايك، ما عجبوش يدير ديسلايك، يخلي تعليق كيفاش جا الفيديو اليوم، يعني تيجي تحفزني نعرف انواع الفيديوهات اللي نقدر نقدم في القناه. وصلنا لنهايه الفيديو، الى